عن آخر النسب وعن آخر القوائم الخاصة بأغلى السيارات وأصحابها سنجد ما يلي. تابعوا معنا. سيارة من نوع زوجها اشترت له سيارة ب8 ملايين دولار، وهي تعتبر الأغلى في العالم. وهذا هي جيزي، هاي أغلى سيارة بالعالم. طبعا السيارة الثانية اشتراها مغني الراب بيدمان، هي من نوع بوغاتي، سعرها 2 مليون دولار. والمنتج التلفزيوني الشهير والإعلامي الشهير سايمون كويل أيضا اشترى بوغاتي أيضا ب2 مليون دولار. لكن ممثل الكوميدي جيري سانفيلد اشترى بورش سعرها 700 ألف دولار. والممثل المعروف نيكولاس كيتش اشترى فيراري سعرها 670 ألف دولار. ونجم الكرة البريطاني ديفيد بيكهام اشترى سيارة روز رايس سعرها 407 آلاف دولار. لكن مدير مكتب رئيس الحكومة نور المالكي السيد طارق نجم اشترى سيارتين مرسيدس، سعر السيارة موديل 2006 سعر السيارة الواحدة 600 ألف دولار. مدير مكتب رئيس وزراء العراق مشتري سيارتين مرسيدس موديل 2006 سعر الوحدة 600 ألف دولار أمريكي، والحكي مو من عندنا. إذا ما مصدقين اسمعوا موسى فرج رئيس هيئة النزاهة السابق ماذا قال يوم أمس في استوديو التاسعة. وصلنا كتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بصرف 1,200,000 دولار اللي هي مليار و300 مليون دينار عن شراء سيارتين. قلت له ما يجوز، شنو هاي السيارتين؟ سألت في وقتها السيد برهم صالح، قلت له أنتم تستوردون سيارات من هذا النوع المرسيدس، ايش قد قيمتها؟ قال قيمتها 180 ألف دولار. بحضور السيد رئيس الوزراء و10 وزراء. قلت للمدير مكتب السيد رئيس الوزراء الدكتور طارق نجم، قلت له أخي أنت تعترض علي تقول موسى فرج يقول بالفضائيات أنه المحيطين بالسيد رئيس الوزراء معظمهم فاسدين. قلت له أنت هيك تقول علي، وأنا فعلا قلت، وأنا أقول لك إياها، أنت من تشتري سيارتين مرسيدس لاستخدامك الشخصي ب1,300 مليون دينار، وأطفال العراق ما عندهم أمبولة حتى يعالجون السرطان مالتهم. صدر قرار من السيد رئيس الوزراء بإلغاء تكليفي كرئيس هيئة نزاهة وإعادتي إلى منصب نائب رئيس هيئة النزاهة، مثل ما سوى مع السيد فلاح شنشل.